معانا ومعاكم الشيخ محمد الملاح الداعيه الاسلامي الكبير، يمكن بيشرفني مش لاول مره في الاستوديو، يعني نورني كتير في الاستوديو. اهلا بيك شيخ محمد. اهلا بيك يا دكتور احمد، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم، منورنا في برنامج مستشار الحدث اليوم. يا اهلا وسهلا يا دكتور. طبعا حضرتك سمعت المقدمه اللي اتكلمت عنها مبادره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في عوده الكتاتيب لتوعيه النشء في مصر. دعني شيخ محمد اول سؤال اساله لك، كلمنا عن أهمية هذه المبادرة العظيمة والتي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الكتاتيب تاني، يعني تعتبر من جديد، كما يؤسس سيادة الرئيس الجمهورية الجديدة في مصر، فهو يؤسس أيضا لعودة هذه الكتاتيب مرة أخرى في مصر، ولكن من خلال منظور عصري. كلمنا عن أهمية هذه المبادرة. وأنا قبل ما أتكلم عن هذه المبادرة يعني عاوز أولا لابد أن أشكر يعني صاحب هذه المبادرة والذي وجه لهذه المبادرة هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة دي مبادرة مهمة جدا، ومبادرة هتعيد لينا روح زمان، روح الكتاب زمان وروح الأطفال وهم بيحفظوا زمان. ولا أنسى أيضا يعني أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور العلامة البحر الفهامة دكتور أسامة الأزهري، طبعا وزير وهو يعني يعتبر فقيه العصر. تمام. يعتبر فقيه العصر. تمام. هو والدكتور علي جمعة رضي الله عنه. فالحقيقة أنا بتقدم بخلص الشكر ليهم. ثانيا موضوع الكتاب يعني كويس إن هو جاء في التوقيت ده بالذات علشان خاطر نرجعوا أطفالنا تاني بقى تقصد وسط التطورات الخطيرة التي يعيشها العالم كله. العالم كله والأطفال، الإلحاد والمخدرات والحاجات اللي هي نسمع عنها. أيوة يا فندم. لأن الكتاب ده أساس كل حاجة. زمان كان الكتاب ده بيخرج لنا العالم، كان بيخرج لنا القائد، كان بيخرج لنا المفكر، كان بيخرج لنا المؤرخ. الكتاب ده كان هو كل شيء، لدرجة إن الكتاب كان في بعض الناس زمان اللي ما كانتش بتوفق في الدراسه والكلام ده كان يروح ياخد شويه في الكتاب او ياخده سنتين ثلاثه في الكتاب. موجود مدارس اجنبيه وحكوميه في هذا الوقت. لا منذ نشأة هذه الامور. لكن الكتاب ده حاجه، علشان كده احنا عاوزين نرجع اطفالنا تاني بقى للكتاب، ونرجع بناتنا تاني بقى للكتاب علشان خاطر يحفظوا القرآن السليم والقرآن الصحيح اللي بيه هيفوزوا في كل حاجه، واللي بيه هتتطور الدنيا. يمكن هنا الشيخ محمد كان بيهتم بالدين والدنيا. الكتاتيب زمان الكتاتيب زمان منذ ان اندثرت، مش اندثرت يعني كلها، لكن حصل فيها يعني تقليل، حصل فيها تراجع، حصل فيها منذ ان حدث هذا التراجع واحنا بنتراجع. صحيح. يعني لكن الكتاب زمان كان هو كل حاجه. الطفل بيطلع حافظ القرآن الكريم، الطفل بيطلع اخلاقه حسنه، اخلاقه جميله، بيعرف يتعامل مع الناس، بيعرف يتعامل مع المجتمع. بيبقى عنده 10-12 سنة بيبقى حافظ القرآن الكريم، حافظ نص القرآن، يبدأ بقى يبقى حاجة نافعة ومفيدة في المجتمع. تمام. فالحقيقة دور كويس جدا وتوجيه كويس جدا عودة الكتاتيب. ينبغي علينا جميعا يعني أن نشكر فخامة الرئيس على هذا، والدكتور أسامة الأزهري ومن وجه لهذا الأمر. طيب في رأيك شيخ محمد ما هو الدور الذي تقوم به هذه الكتاتيب لتوعية النشء المصري؟ الدور مهم جدا. دور تحفيظ القرآن الكريم، شيء من التفصيل. تحفيظ القرآن الكريم اولا. تعليم، لان الكتاب زمان كان بيعلم الاطفال كل حاجه، ما كانش القرآن بس، ده كانوا بيتعلموا القرآن، وكانوا بيتعلموا فيه التفسير، وكانوا بيتعلموا فيه الحديث، وبيتعلموا فيه كل حاجه. يكفي ان انت ابنك يطلع حافظ للقرآن الكريم، ويطلع يعني مفسر بعض اجزاء القرآن الكريم من هذا الكتاب. ولكن انا عاوز بس انبه ويعني الفت الانظار، لان احنا لما نختار محفظ للاولاد وللاطفال يعني يبقى فيه انتقاء للمحفظين، ويبقى فيه يا فندم ده حتى المبادره بتقول فيه هيئه تدريس. بالظبط، للمدرسين، يعني منظور عصري للكتاتيب القديمه. لانك انت ممكن تجيب مدرس او محفظ للطفل او لطفلي او لطفل حضرتك. يعني احنا عاوزينه طفل ينشأ نشأة صحيحه. صحيح. يعني يعلمه القرآن صحيح، يعلمه القرآن بالتجويد، بالأحكام، بالمخارج الصحيحة، بالألفاظ الصحيحة. عشان كده ولذلك أنا مش متفائل جدا بمسألة التحفيظ عن بعد والكلام ده كله أونلاين على الشاشات والكلام ده كله. ليه؟ لأن القرآن لابد من التلقين ما بين الشيخ بالنسبة للقرآن بالذات لازم يكون تلقين من شيخ يشوف الشيخ قدامه كده عشان يشوف المخرج خارج ازاي، المخرج بيحصل فيه الكلام ده. والابن الجزري بيقول: ومن لم يأخذ القرآن عن شيخ مشافهة فعلمه عند أهل العلم كالعدم. لازم أشوفك وأنا باخد منك القرآن والعلم عشان خاطر يعني يستقر في وجداني
وكمان النظره العين كمان تصور المخرج وهو بيطلع من الحلق. حتى المتصوفه يعني بالظبط. وطبعا الشيخ علي جمعه والدكتور اسامه الازهري من كبار المتصوفين يعني، انا ارى والذاكرين، فهم يعلموا هذا الكلام جيدا. واعتقد ان هو حتى لابد من تلقي العلم من شيخ يعني، ومن لم ياخذ عن شيخ فلا. بالظبط. فعلمه عند اهل العلم كان لازم يكون ليك شيخ، ولازم عشان كده ما هي دي برضه المبادره، لازم يكون ليك محفظ في الكتاب. صحيح. يحفظك. النشء لما ينشا وينشا ناشئ الولدان منكم على ما كان عوده اباه. لما انت تبدا بالطفل منذ الصغر يتربى في الكتاب، كل يوم بيروح الكتاب، كل يوم بيقابل شيخ، وكل يوم بيتعلم حاجه جديده، بيتعلم، بيحفظ صوره جديده، بيحفظ، بيتعلم، بيبدع، بيفكر، هيطلع دكتور وهيطلع مهندس وهيطلع مفكر. انما الطفل ده لو طلع قعدته في الشارع، طلع قعدته في كافيه، طلع قعدته مش عارف فين 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 فين، اتربى على الحاجات دي، هيطلع ايه؟ والمستوى اللي احنا وصلنا له دلوقتي بسبب كده، بسبب ان احنا ابتعدنا عن الكتاب وابتعدنا عن يلا المبادره اهي جدا. وانا اعتقد انا نموذج بسيط يعني قدام حضرتك. انا كان شيخي زمان، واولا انا تربيه كتاب يعني، كان شيخي كان يقعد كل يوم يجيبني يقول لي اقرا كده، افتتح الكتاب، وفي النهايه يقول لي برضه اختم الكتاب، وفي مش عارف ايه في الكتاب، تربيه كتاب. عشان كده والا ما كنتش هتطلع قارئ او هتحفظ القران او هتعرف التجويد او هتعرف الاحكام او هتعرف. اقول لك على حاجه حوالين الشيخ، واقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. شوف اي حد من حفظه القران الكريم النهارده، انا هقول لك مقارنه بسيطه اهي، ويمكن الساده المشاهدين عارفين، ويمكن لو في الساده القراء او المهتمين بهذا الشيء عارفين وفاهمين الكلام اللي انا بقوله ده. هات القارئ اللي هو اتربى في الكتاب منذ الصغر، وهات القارئ اللي هو يعني خدها كده ايه يعني للاسف يعني مهنه او خدها مهنه او حاجه زي كده، او يعني مش هات لي، شوف لي اللي متربي تربيه كتاب ده بقى، وهاته قدامك كده واساله كده في الحفظ، اساله كده في القران، اسمع منه كده ايتين، شوف المخارج بتاعته عامله ازاي. ليه؟ ده اللي اتربى تربيه صحيحه في كتاب سيدنا زمان. احنا عاوزين نرجع كتاب سيدنا زمان. كتاب سيدنا زمان ده كان عامل زي مضبطه. اللي يخرج من كتاب سيدنا زمان ده بقى اللي هتشوفه طبيب، وهتشوفه دكتور، وهتشوفه. بس زمان يا شيخ محمد كان في فلكه، وكان في عصايه خرزانه، كان في فلكه، وكان في عصايه، وكان في الحاجات دي كلها، وكانت بتعلم. والله كانت بتعلم. يعني كان الطفل بيتعلم. لانك يا شيخ محمد الضرب برضه البسيط مطلوب. الضرب يعني مطلوب. هو المشكله لا كان الطفل كان بيخاف، فكان الطفل بيتعلم. لكن هو دلوقتي ولكن الطفل اللي عاوز يتعلم هيتعلم، والاسره اللي عاوزه تربي اولادها وعاوزه تعلمهم القران هتعلمهم، والطفل اللي عاوز يلعب ويبقى طفل شوارع هيبقى طفل شوارع. لكن المبادره موجوده قدامكم. شوفوا بقى الالاف ومئات الاف الاطفال تسارع وتشارك في هذه المبادره.